السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني من الفيديو اللي فات، وعايزة اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة. كل اللي شاف القناة وما اشتركش فيها يشترك يا حبايبي عشان تكبر بيكم. النهارده كده يا حبايبي نزلت الارض عشان اعمل حاجه، فلقيت حاجه غريبه في الارض، ولقيت حاجه كده مش عجباني، فقلت بقى اخد رايكم واصور عليها وتفيدوني وتقولوا لي رايكم فيها ايه. علشان خاطر انا ما بحبش اعمل اي حاجه غير لما باخد رايكم فيها، وان انتوا بتقولوا لي اعملي كذا، فانا بعمل زي ما انتوا بتقولوا لي. باخد رايكم لو في حاجه انا مش فاهمه فيها انتوا بتفهموها لي وبتقولها لي. فانا النهارده والله كده جيت طلعت الصبح بدري علشان خاطر افتح الميه على الارض وعلى الزرع، واسقيه، لانه هو كده بقاله يومين او 3 ايام ما كانش شرب والارض بدات تنشف. وانا لما الارض بتبدا تنشف بعرف ان كده الارض خلاص عايزه ان هي ايه تتسقي وتشرب. طبعا انا فتحت الميه عليها اهيت وسايباها من الصبح، قلت خليها بقى ايه عشان تشرب بدري زي ما انتوا قلتوا لي. طبعا الارض كانت ناشفه زي كده، بصوا دي الحتت اللي لسه ما شربتش اهي، دي اهي. فلما لقيتها نشفت زي كده، بصوا كده واضحه معاكم. بصوا بقى الكلاب اللي قرفني اول ما بيشوفوني بيطلعوا يجروا بالحفر والنقر اللي هم عاملينها في الارض، وساعه ما بيشموا ريحه الميه في الارض طبعا في الحر ده ما بيصدقوا يلاقوا مكان علشان يجوا فيه يبلوا نفسهم ميه ويقعدوا فيه. طبعا حبايب قلبي كده زي ما احنا عارفين، انا جيت قلت ايه بقى الارض خلاص نشفت كده. فطبعا ايه كانوا حبايب قلبي اللي بيفهموا في الزرع والمتابعين قالوا لي ان انا اسقي الارض على طول علشان خاطر ايه الزرع ما يتبلش، ويجي ايه نيجي بعد كده نخش في حاجات تانية. طبعا الزرع الله اكبر عليه مصحصح كده ومرعرع. قلت نيجي نجمع بقى شوية قتة من الارض واشوف القتة دنيتها ايه واتمم عليها ان كان في حاجة دبلانة او حاجة، واخلع شويه حشيش منها وشويه نجيله من الحاجات اللي ايه كنا بنخلعهم مع بعض انا والبنات يوم ما احنا عملنا ايه الفيديو مع بعض. طبعا حبايبي انا جيت فتحت الميه، الارض بدات تشرب كلها اهي، وبدات الميه تسرح في الارض، يعني يعتبر النص كده. بصوا لسه النص ده ما شربش زي ما انتم شايفين كده اهو. دي كده ميه طالتها عشان في الاول الارض الميه دي. بصوا الشجر عشان طايله الميه، بصوا علو الشجر بسم الله ما شاء الله الله اكبر عشان الميه طايلاه. طبعا الشجر ده بقاله عمر هنا، يعني هقول لكم بقاله سنين، يمكن بقاله 7 8 سنين، فبسم الله ما شاء الله. الجنب ده عشان الميه بتيجي فيه من ناحيه الزرع وبفتح عليه على طول، فالشجر بصوا المسافه بتاعت العلو والارتفاع بتاعه بيبقى في عز النار والحر. قسما بالله باجي اقعد هنا في المكان ده تحت الشجر كده في الحته دي كده من الهواء والضله. وطبعا لما الارض بتشرب بتبقى بتجيب طراوه، وانا بقعد في المكان ده بيبقى الساعه مثلا 3 او 2 الظهر في عز الحر، انا باجي اقعد في الحته دي الشجر بيبقى مضلل والهواء، بصوا الهواء بيلعب الشجر ازاي يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله. فبيبقى كميه هواء وطراوه، لا تقولي لي تكييف مشغلاه في الشقه ولا تقولي حاجه، يعني بيديك هواء رباني كده وتحسي ان انت قاعده كده بقى. بصوا الهواء اللي هو بتاع ربنا ده اللي هو النقي ده بقى اللي بيريح الاعصاب وتحسي ان انت في طراوه. الاوض بتبقى جوه نار عشان الاوض عند الصاج زي ما انتم عارفين بتبقى عباره عن فرن احنا قاعدين فيه. لما بزهق بقى بروح جايه طالعه اخلص الطبيخ واخلص اللي ورايا واجي اقعد في المكان ده كده زي ما انا شاورت لكم هنا في الحته دي. فربنا بيصلح الحال، بلاقي الهوا رباني والله العظيم ما في احسن من هوا ربنا ولا الطبيعه بتاعت ربنا، بتقعدي وتنسي الدنيا كلها فيها. بس يا حبايبي بصوا الشجر اللي في الوش ده عشان ما بيوصلوش ميه قوي، فبصوا عدمان شويه اللي هو بقى ايه الميه مش واصله له، فببدا هنا بقى عشان دوت قريب والميه واصله له، فبسم الله ما شاء الله الله اكبر كده. بصوا الهواء جامد جدا، الهواء والشجر بيلعب عامل ازاي. عايزه بصوا اوريكم ان الهواء عمال بيلعب الشجر، يعني جو تحفه. الجو بيبقى الساعه الصبحيه هنا والعصريه او حتى الظهر يا جماعه، لانه بيحجز الشمس فبيخلي الشمس ما تجيش هنا، مع شويه الميه بقى اللي احنا بنسقيهم في الارض بيدوا طراوه، فبيبقى المكان تحفه بصراحه. بقعد فيه وبنسى الدنيا زي ما قلت لكم. انا جيت النهارده بقى عشان اجمع شويه قطه زي ما قلت لكم الصبح كده، قلت علشان اخدها نعمل منها بقى السلطه، ناكل منها اي حاجه. فدي الحاجه اللي انا ايه بقى عامله الفيديو مخصوص عشان اخد رايكم فيه وتقولوا لي اعمل فيها ايه، عشان حرام انا مش عايزه الدنيا تتبهدل، والزرع بعد ما تعبت فيه ووصلته للمرحله دي يجي حاجه زي كده تضيع الدنيا.
بصوا حبايبي القته طبعا بدات تطلع في كام واحده قته معانا. بصوا بسم الله ما شاء الله القته اهي كام واحده. انا بقى بسيبها عشان لما تكبر وكده. قلت هجمع شويه اللي كبروا فيها. فطبعا انا كان في كذا واحده كده. بس بصوا بقى انا جيت هنا اخدها لقيت المنظر ده. بصوا شايفين كده واضح معاكم الحته دي القتايه. بصوا بدات ان هي تبوظ من جواها. يعني زي اللي ايه اللي هتدود من جواها. يعني بصوا انا حاسه ان هي خلاص بقى الدوده مشيت فيها فبوظتها. خساره القتايه. بصوا منظر القتايه تحفه وعامله ازاي في الشجره والمنظر جميل جدا. وبعدين انا اللي شد نظري ان هي مش واحده بس اللي بالمنظر ده. ده انا لقيت كذا واحده هوريكم كمان. في كذا واحده برضو بالمنظر دوت. فكده عرفت ان القته ساعه ما بتكبر بتسرح فيها الدوده. فانا بصراحه انا ما اعرفش دواء الزرع بيبقى ايه او ان انا ما جربتش قبل كده عشان انا مش فلاحه زي ما قلت لكم. فانا ماشيه معايا بالبركه. يعني انا ممشيها بالبركه. مش اللي هو هقول لكم انا مثلا عرفت هعرف اجيب لها ايه او هعرف اعالجها ازاي. لا والله العظيم انا عارفه ان في حاجه للزرع للدود ده او للبتاع دوت للطماطم لو سوست او حاجه بترشي لها. فانا بقى انتوا هتفيدوني في الفيديو وهتقولوا لي الموضوع ان انا هجيب بقى دواء وابدا ارش عشان القته كلها ما تطلعش بالمنظر ده ولا ايه. بصوا هنا بتبدا تكبر برضو اهي. هي لحد لما بتبقى في الحجم ده كويسه جدا ما فيش اي حاجه. بصوا الحجم ده هي كويسه جدا عامله ازاي ما فيش اي حاجه جميله. بس ساعه ما بتكبر بقى زي كده يا جماعه بصوا بلاقيها بقى كده. طبعا زرع بشاير لسه والزرع لسه طالع. يمكن اول انتاج فيه لان انا كنت باخده زي كده. انا بحبه زي كده بيبقى زي الخيار. فكنت باخده ما بلحقش اسيبها تكبر. فطبعا انا قلت اسيبه بقى يكبر شويه عشان ناخد منها انتاج. فانا بصراحه معرفش ليه الدوده مشيت فيها. ده خطأ مني في الزرع او طبيعي ان اي زرع بيبقى كده. استنوا اكسرها معاكم كده ونشوفها. بص حبايبي انا كسرتها الحته اللي فيها الدوده. بص يا دوبها لسه بادئه ان هي تسرح في القتايه. هي ما وصلتش. يا بصوا الحته دي بس والحته دي كده حتتين اللي انا قسمتهم اهم شايفينها. هو انا كده خلعتها قبل ما تسرح فيها وقبل ما تمشي في القتايه كلها. وعايزه اقول لكم على ريحه القته وانا بكسرها ريحتها تجنن. والقتايه طريه وطبعا طازه مجموعه من الارض. بس انا حرام يعني عشان الحق لان القته كلها بدات ان هي تطلع. بصوا شايفين اهي وهي صغيره كده فل الفل وتمام ومفيش اي مشاكل فيها وكويسه جدا. المشكله فيها بقى ان هي لما بتكبر هوريكم واحده كمان كبيره برضو عملت نفس العمله دي ونفس الحكايه دي برضو. وهي برضو حسيتها ان هي برضو ايه بدات الدوده تمشي فيها. ففيدوني بقى قولوا لي ده عيب في الزراعه ولا هي اساسا ده طبيعي ولازم يترش لها حاجه علشان خاطر دي. بصوا التانيه برضو اهي. بصوا القتايه كبرت برضو اهي. استنى اخلعها معاكم من الشجره. بصوا اهي بصوا فانا زعلانه عليها. حرام التعب والشقه واللي الواحد شافه ويسقي الفجر ويقوم اخر النهار ويقعد ينق حشيش ونتشوك ونتبهدل. وحرام الزرعه تبوظ على الفاضي. فانا والله حزنت لما شفتها فقلت هصورها معاكم في الفيديو واوريها لكم. واكيد اللي عارف في الزراعه مش هيبخل عليا بالحل. طبعا النمل ماشي فيها. بصوا النمل الصغير بيطلع في الخرم دوت ويمشي فيها ويدخل جواها لانها كده اتخرمت خلاص. قولوا لي بقى وفدوني وشوفوا قولوا لي الحل ايه علشان حرام ما يتبهدلش. لان الزرع زي ما انا قلت لكم بيبدا يطلع. بصوا اهي لسه صغيره اهي وكله بيبدا يطلع بقى. حرام. بصوا هي جميله جدا وهي صغيره في الحجم دوت. بصوا انا بس عشان بصور بايد وماسكه بايد مش عارفه اوضح لكم. حرام الزرع بالمنظر ده. هي في كذا واحده بقى مش دي بس كمان زرع كتير. فحرام الزرع يدبل ويوصل للمرحله دي كده والاقيه ساعه ما يبدا ينتج الاقي الانتاج يطلع بقى بايظ كده. ففعلا حزنت عليه جدا علشان حرام يا جماعه نسيب الزرع يبوظ. بصوا كله بيبدا خلاص القته بتبدا بقى ان هي ايه تنتج بقى وتجيب معانا. حرام انا مش عايزه ابوظها ومش عايزه ان انا بعد ما وصلت لكده توصل للمرحله دي. فيدوني وقولوا لي وانا هاخد برايكم
وهاخد بكلامكم، وقولوا ايه الحل ان انا اجيبه وارشه ليها، وارشه امتى وفي انهي توقيت علشان خاطر تظبط وتطلع ما فيهاش اي حاجه. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال اعجابكم. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان تكبر بيكم حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.